السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله طيبين كلكم. اليوم عندي لكم خطة الصراحة عجيبة. الخطة هي إضعاف الشيعة في الخليج. إضعاف الشيعة في الخليج، إننا ندعوهم الدفع بدال الخمس يدفعون خمسين. يعني خلاص ادفعوا أنتم حق إيران. أنتم الحين الشيعة الحين قاعد يدفعون من مرتباتهم 20% حق إيران، إنزين، حق معممين إيران. نبيهم يدفعون 40%. علشان شنو؟ يقعدون مفلسين. طبعا 20% حق إيران، إذا دفعوا 40 قصدي لإيران، والمعمم هني ياخذ منهم 20 بعد، هذا 60. نقول يمكن 40 مصروفهم خلاص. يعني ما يصير عندنا شيعة بالخليج أغنياء. عرفت شلون؟ كلهم فقراء. يعني وقتها لما يصير عليهم مثلا حصار من أهل السنة أو شيء، خلاص يموتون جوع على طول، يومين يموتون جوع. فاحنا نبيهم يدابلون الخمس حق إيران. أما الفلوس لما تروح حق إيران، الحين شوفوا إيران صار له من سنتين نزلت عملتها 50%. شلون؟ يعني كانت قدام الدولار تقريبا ما أدري كم ألف. يعني هذا عملتهم شو اسمه، عملتهم خايسة ما أعرف اسمها. تومان إيه. هذه التومان الحين صار يعني بدال كان 1000 قدام الدولار، الحين بعد سنتين صار 2000. خلاص بالأرض. يعني شوي الحين يمكن في بنوك في إيران أشهرت إفلاسها خلاص، وبعد البنوك الإيرانية مطرودة من جميع بنوك العالم. يعني مو مسموح لها. الحين إيران عايشة على الخمس فقط، على الخمس اللي قاعد ياخذونه من الخليج وكذي. على حتى النفط اللي عندهم ما ينباع. يمكن فتات النفط ناقلتين قاموا يبيعون بس، مو نفس قبل. كانت إيران ثاني أكبر مصدر للنفط بالعالم. يعني تقريبا اليوم 6 مليون برميل. الحين يمكن باليوم 50,000 برميل بس، لا وبعد سارقينه من العراق يعني. وهم عايشين الحين على أخماس اللي ياخذونه من الرافضة عندنا. انزين، فأنا أقول خلونا نقول حق يا أخي أنتم يا الشيعة مو قاعدين تساعدون إيران. صح، مو قاعدين يساعدون إيران. المفروض الشيعة يعطون إيران 40%. ليش خمس واحد؟ خلاص أنت كنت تعطي السيد 20%، خلاص عط سيدين، لا تعطي واحد. عط الخميني ولبسوا نجاد عمامة سوداء وبشت، هو يقول أنا ولد رسول الله بعد. خلاص يعني هو مو أحسن من الخامنئي. يعني الخامنئي الحين عشان عنده واسطة عطيته عمامة سوداء وبشت أسود، خلاص عطوا هذا الكلب نجاس. انزين، عطوا وادفعوا حق نجاد 20%، وحق شو اسمه خامنئي 20%. ترى احسن طريقة صدقني. يعني انت لا تخلي الشيعي، لا تخلي عندك فلوس بالبنك. انزين، ترى مو زين. يعني يمكن دش النار اذا عندك فلوس بالبنك وما اعطيتها السيد. هذا طبعا على حسب دينكم يعني. وسيارتك اذا كانت 2010 2011 بيعها واخذ لك سيارة 83 82 81. ايش فيها؟ ترى ما فيها شيء يعني. شوف، بكلمك بعقلية السيد. زين، شوف هذا اللي عندهم روز رايز 81 مثلا، شوف كم سعره. تلقى سعره بسعر سيارة 2012. خلاص انت سوي مثله، خذ لك اي سيارة، قول ايش معنى الروز رايز 81 انا سيارتي 81 كذي.
فيا شيعة أنا أنصحكم، يعني نصيحة من قلب محب يعني لكم، عطوا السيد خاصة إيران، عطوهم 40%، ولا أقول لكم 60%، يلا 60%، 60% عشان يعني ما تطولون إن شاء الله، ما تطولون يعني. فهمت شو؟ أما أن أهل السنة يتبرعون ويدفعون زكاتهم 2.5%، ويبنون ويساعدون في داخل بلادهم، في الكويت إن شاء الله، بالسعودية، في هذا يساعدون الفقراء من أهل السنة. مع أنه والله كنا نعطي الشيعة بس الحين مو كفو. هذا مثل الكلب الأجرب اللي كل يوم تحط له أكل عند الباب، ولما تطلع مع الباب يعضك. هذا مثل الشيعة. آسف الحين الشيعة قاعد يسمعوني أنا بيقنعهم. إيه الشيعة أعطوهم 60%، 60%. ولا العقد يتزوج، مو لازم تتزوجون، ليش تدفع مهر وهذا، ليش تتزوج يا أخي؟ ضحى. مو أنتم تقولون يعني الحسين رضي الله عنه ماتوا عياله، خلاص ليش أنتم يصير عندكم عيال؟ سووا مثل الحسين، تعلموا من آل البيت. مو أنتم تقولون حنا نلطم مثل ما أدري منو طلع من راسه دم بالمعركة؟ خلاص سووا مثله، لا تجيبون عيال، اذبحوا عيالكم، يلا كل واحد يذبح ولده. سووا مثل هذا اللي ماتوا، اللي تقولون عبد الله الرضيع، خلاص اذبحوا عيالكم مثل ما ماتوا، قلدوهم وانتم قلدونهم، والله عشان مرة واحدة نخلص. وهذه نصيحتي لكم يا شيعة، واتمنى تسمعون الكلام وتصيرون خوش أوادم، ونكون في مقابلة ثانية إن شاء الله، وتسجيل جديد مع نصيحة جديدة حق الشيعة، إخواننا الغالين العزيزين الكلاب. الله يعطيكم العافية ومع السلامة.